خير ظاهر يا شباب وصوتي تمام. هنبدأ بإذن الله. أكدوا عليا يا شباب. جهاد معايا. الصوت والشير سكرين ظاهر يا شباب. هما تمام. ظاهر السكرين والصوت تمام. هو بس عايزين حد من الشباب يعني يأكد علينا وكده. علاء، الصوت ظاهر يا شباب ولا لسه؟ ظاهر حضرتك. تمام ظهر كل حاجة ظاهرة تمام. تمام جدا يا كريم، أشكرك. السلام عليكم يا شباب، إيه الأخبار؟ يا رب الجميع يكون بخير إن شاء الله. النهاردة المحاضرة الأولى في تعلم أساسيات تكنولوجيا المعلومات، وهناخد جزء بسيط كتعريف بأساسيات الويب فاندمنتالز أو أساسيات الويب اللي أنت ممكن تتعلمها عشان تكمل في مجال زي برمجة الويب. تمام يا شباب. استاذنك يا جهاد، هو انت تقدري تعملي لو للطلبة اللي بيدخلوا ولا لا؟ عشان مش كل شوية ارجع تاني للشير. هو ثانية واحدة. هو أنا دلوقتي عندي الطلاب بس أعتقد لأ، يعني مش ظاهر عندي. هو ما ينفعش إن يبقى ديفولت أي حد يدخل. لا. بس كده تمام، كله دلوقتي يقدر يدخل من غير ما اعمل تأكيد يا جهاد. تمام. نبدأ على بركة الله. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنفهم اساسيات تكنولوجيا المعلومات، هي اول محاضرة في الكورس بتاعنا ان شاء الله. الكورس بتاعنا مينيمم هيكون 4 ليكتشر أو 4 محاضرات، ممكن يزيد أكتر من كده، ممكن يبقى 5 6 7 أو 8 محاضرات على حسب وقت المحاضرة إن شاء الله اللي نحددها مع بعض عشان تناسب كل الطلاب. بإذن الله الكورس بتاعنا هيكون عن إيه؟ هيكون عن أساسيات تكنولوجيا المعلومات اللي هي Fundamentals of IT أو Information Technology، وهنفهم كمان أساسيات الويب وبيتكون من إيه الويب، يعني HTML CSS جافا سكريبت. هيكون بشكل كبير موجه للطلبة المبتدئين في مجال البرمجة، عايزين يفهموا يعني إيه برمجة، وكمان موجه للطلبة الثانوي اللي عليهم مادة ال IT أو Information Technology عشان يعرفوا يتعاملوا مع منصة المسماة اسمها كيرو عشان يقدروا يحلوا التاسكات هناك. بس مش ده الهدف الأساسي، معنى كده إن المحتوى مش هيكون كافي، لأ بالعكس هو هيكون أكتر من كافي. إزاي؟ يعني أنت مش هتتعلم لمجرد في الكورس ده لمجرد إن أنت تحل امتحان على منصة كيرو، لأ أنت دلوقتي بتبني حصيلة معلوماتية كبيرة إن شاء الله هتفيدك إن أنت تتعلم وتدخل المجال بقلب واسع بصدر واسع، اللي أنت يكون عندك حصيلة في المعلومات في البرمجة ومتأسس صح إن أنت إن شاء الله تدوس في المجال ده. يعني أنت لما تبدأ في أي كورس تاني يكون متعمق أو يكون خاص بتكنولوجي أو خاص مثلا بعلوم الحاسب أو كمبيوتر ساينس، أو ربنا كرمك وخلصت الثانوية عامة ورحت على كلية متخصصة حاسبات ومعلومات أو كلية هندسة وتخصصت في مجال زي تكنولوجيا المعلومات، هيكون عندك أساس قوي إن شاء الله. فالكورس ده هيكون دفعة ليك كويسة، هيكون حاجة زي العمود الفقري ليك اللي أنت إن شاء الله تبني عليه عشان تكمل في المجال من غير ما يكون عليه الهايب إن المجال ده صعب، مجال تكنولوجيا المعلومات ده صعب، ال AI خلاص قضى عليه، ما بقيناش محتاجين للمبرمجين. لا يا شباب، هنفضل محتاجين للمبرمجين بس الستاندرد بتاعتك بتعلى. زمان كنا بنبقى عايزين نعمل ملفات أو تصميمات للويب أو بالكود حاجات بسيطة، دلوقتي الحوار اختلف تماما. دلوقتي انت العملاء أو الكلاينتس أو الناس اللي عايزين شغل بيطلبوا حاجات كبيرة ومتعمقة وكبيرة جدا في المجال. ليه؟ لأن ال AI ال Artificial Intelligence بكل أنواعه، يعني منصات زي شات جي بي تي وزي جيميناي وزي كلود وغيرهم بيوفروا لك الأكسس على ال AI، ولكن اللي هيعرف يتعامل معاهم وياخد أفضل نتيجة ممكنة اللي فاهم الكور، اللي فاهم الأساس، اللي فاهم البيزكس، اللي فاهم الكمبيوتر ده أصلا بيشتغل إزاي،
المجال ده بدأ ازاي من زمان. فده اللي ان شاء الله هنتعلمه النهارده. هنفهم يعني ايه اي تي، هنفهم الابعاد بتاعته، هنعرف ازاي بدأ وازاي لحد اللحظة دي بقى بيأثر على حياتنا، وهنفهم كمان اساسيات الويب. تمام يا شباب. وان شاء الله في المحاضرات الجاية هناخد ال HTML وال CSS والجافا سكريبت بتعمق شوية، هنفهم فيها المبادئ بتاعتها، وهنعرف ازاي نعمل كودينج ونكتب كود ونعمل له رن ويطلع من غير اخطاء باذن الله. اول حاجه فهنبدا على الكود بتاعنا. انتم ملاحظين ان اغلب السلايدز بتاعتنا النهارده ان شاء الله هتكون باللغه الانجليزيه. يا باشمهندس انا لسه طالب ثانوي او لسه بادئ، ليه اخد بالانجليزي؟ لان انت هنا مش مجرد انت واحد عايز تاخد كلمتين وتروح تحل فيهم بالامتحان، انت داخل على مجال التركيز الأساسي بتاعه باللغة الإنجليزية. انت لو عايز تتقدم فيه لازم تتعلمه باللغة الإنجليزية، لازم هتجيب كتب متخصصة مكتوبة باللغة الإنجليزية. ولكن أنا سهلتها عليك، هشرح لك الجزئية باللغة الإنجليزية وكمان مترجمها لك وهناخد أمثلة عليها، فمش هيبقى عندك مشكلة. بس أول حاجة وبادئ ذي بدء كده، ما تقلقش من أي حاجة قبل ما تبدأ فيها، خد فيها شوط، ادي نفسك مساحة إن أنت تتعلمها من غير ما يكون عليك هايب. انا مضغوط ولازم احل امتحان. انت داخل في مجال لو تفوقت فيه ان شاء الله هتبقى احسن بكتير من اللي حواليك، وهيفتح لك بيبان او باب شغل وباب رزق كبير ليك، فلازم تديله الاهمية بتاعته. حاول تذاكر فيه بشكل كبير، مش بقولك كميات ولكن بقولك استمرار. تمام يا شباب. افضل الاعمال ادومها ولو قل. لو هتذاكر حاجة بسيطة يوميا بس على مدار سنة أفضل بكتير من إن أنت تتشجع وتذاكر بالخمس ست سبع ساعات كام يوم أو كام أسبوع وبعد كده تقعد ما تكملش. تمام يا شباب. فنفهم يعني إيه أي تي الأول. الأي تي ببساطة هي أداة تكنولوجيا، تمام؟ يعني حاجة بتساعدنا إن إحنا ننتج معلومة أو نعدل عليها أو نخزنها أو نبعتها لأي حد تاني. يعني مجموعة من البيانات نقدر نعمل عليها edit، نقدر نخزنها في data centers معينة، نقدر نعمل عليها processing أو معالجة عشان تطلع بشكل تاني خالص. مثلا عندك داتا موجودة مثلا أرقام، هيطلع لك الأرقام دي مثلا ناتج حسابي، أو مجموعة من الحروف هيطلع لك جمل وكلمات وهكذا. فدي التكنولوجيا يا شباب. يعني انت لما بتستخدم الموبايل بتاعك عشان تبعت رسالة لحد مثلا على الواتساب، او تاخد صورة تكابتشر صورة بالتليفون بتاعك، او حتى تسمع مثلا موسيقى او تسمع اي درس او بودكاست، ده كله يعتبر استخدام لتكنولوجيا الاستخدام لتكنولوجيا المعلومات. the use of the IT the use of the information technology. والموبايلات والأجهزة اللوحية دي غيرت تقريبا كل حاجة في حياتنا دلوقتي. مثلا انت لو هتتكلم عن جيل الثمانينات التسعينات اغلبه تعامل مع التكنولوجيا بعد سن معين، او تعامل مع الكمبيوترات او البي سي او اللابتوب. دلوقتي ممكن يكون طفل صغير سنة سنتين تلاتة بالكتير وبيعرف يتعامل مع الهاتف او التليفون بتاع والده بتاع مامته بشكل افضل بكتير من واحد عنده 60 و70 سنة. فاحنا حاليا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه مفطورين على التعامل مع التكنولوجيا المعلومات. احنا بنعرف نتعامل معاها بشكل يومي. لو حشت التليفون من يومك هتلاقي 90% من يومك فاضي. مش بقولك ان انت بتستهلكه في رفاهيات فقط، ولكن لا، ممكن تستخدمه في تعلم، ممكن تستخدمه في حاجة مثلا في شغل. فتعدد الاستخدامات كترت جدا، واللي ساعدنا على ده الاي تي طبعا. تمام جدا. طب انا عندي two parts of IT، حاجتين اساسيتين في الانفورميشن تكنولوجي. ايه هما؟ the first one computer technology، تاني حاجة communication technology. يعني ايه دي ويعني ايه دي؟ الكمبيوتر تكنولوجيا يا شباب هي الكمبيوتر او آلة قابلة للبرمجة. يعني اي جهاز انا اقدر اعمل له برمجة فهو بيستخدم او نقدر نطلق عليه مصطلح الكمبيوتر تكنولوجي. الكمبيوتر دي جاية من ايه؟ من كلمة كمبيوت. يعني ايه كمبيوت؟ يعني ينفذ او يعالج او يعمل عملية معينة. فجه كلمة كمبيوتر يعني
جهاز بستخدمه للمعالجة. تمام يا شباب؟ فدي حاجة احنا بنديلها بيانات خام. يعني ايه رو داتا؟ يعني بيانات خام، ارقام، حروف، ليس لها معنى، بنعيد استخدامها عشان نطلع لها معنى. تمام؟ فبعد ايه يا شباب؟ بعد المعالجة بنحولها ليوسفول داتا، بيانات ذات معنى. طب تاني حاجة اللي هي الكوميونيكيشن تكنولوجي، دي ايه؟ دي تكنولوجيا الاتصالات. دي الأجهزة والأنظمة اللي بتخلينا أنا وفلان وأحمد ومحمد وعلي وكذا كلنا نقدر نتواصل مع بعض، مبني على أساسها كل حاجة خاصة بالتواصل. مثلا حاجة فيزيكال زي الأبراج والراوترات، أو حاجة ديجيتال أو معمولة على التليفون بتاعك أو مبرمجة زي الابليكيشنز، انستجرام، واتساب، تليجرام، ماسنجر. كل الحاجات دي هي من الكوميونيكيشن سكيلز او الكوميونيكيشن تكنولوجي اللي بتخلينا نتواصل مع بعض. طب تاني جزئية، وانا من هنا بعد ما هتكلم هبتدي انقي منكم طلبة وعايزهم يتفاعلوا معايا، فمش عايزك تسيب المحاضرة على جنب وتقوم. لو ده هتعمله من دلوقتي فاطفيها من دلوقتي. انا عايز اللي هيدخل ان شاء الله معانا يبقى فعلا عايز يستفيد، فعلا عايز يدي وقت، مش عايز كل اليوم يبقى بيسكرول على الموبايل ويكون مستهلك للتكنولوجيا. احنا عايزين نكون منتجين للتكنولوجيا يا شباب. تعالوا اول جزئية، بسم الله الرحمن الرحيم، حاجة اسمها الاي ليرنينج، التعليم من خلال الكمبيوتر او الالكترونيك ليرنينج. ايه هو ده؟ يعني ان الاي تي بيأثر في التعليم بتاعنا. ازاي؟ بيساعدنا ان احنا نخصص او بيخصص التعليم لكل طالب. في طلبة مستواها مبتدئة، في طلبة مستواها متوسط، في طلبة مستواها عالي. فنقدر من خلال تكنولوجيا المعلومات نعمل محتوى تعليمي لكل فئة من دول. انا دلوقتي بعمل لكم كورس خاص بالمبتدئين، في طلبة تاني بعمل له كورس خاص بالمتوسطين، في طلبة تاني متعمقة في المجال بطلعهم اللي هم بعد 3 شهور أو بعد 6 شهور يكونوا مؤهلين للشغل. فهي كاستمايزد. يعني ايه كاستمايزد؟ مخصصة. مين اللي أتاح لباشمهندس أسامة حاجة زي دي؟ التكنولوجيا. تمام؟ تمام بإذن الله. بتسهل علينا يا شباب المهام الروتينية، يعني بتخلينا نعمل اوتوميشن. يمكن في ناس منكم او طلبة منكم سمعوا عن المصطلح ده قبل كده، اللي هو الاوتوميشن. يمكن طلع بعد الاي اي ما ابتدى يظهر ويتعمق. يمكن اللي انا هقوله ده معلومات متقدمة شوية، بس مش مطالب منك اللي انت تعرف كل حاجة دلوقتي. انت مطالب منك تعرف بس الاساسيات بتاع تكنولوجيا المعلومات، وممكن توصلك ليه الافاق اللي تقدر توصل لها ان شاء الله. حاجة اقدر اعملها برضو من خلالها ان انا اقدر اعمل بريزنتيشن زي الباوربوينت او السلايدز. فدي حاجة انتجت او تم انتاجها من خلال ايه؟ من خلال برنامج زي الباوربوينت او سلايدز خاص بجوجل. دول مبنيين من اساس ايه؟ من اللي طلعهم تكنولوجيا المعلومات. فيبقى كده تكنولوجيا المعلومات بتأثر بشكل كبير في التعليم. حاجة تانية، هو بيخلينا نعمل اونلاين ليرنينج. زي كده نقدر نقول ده مثال واحنا بنتكلم. سامع دلوقتي وهو بيشرح لمين؟ لطلبة. طلبة كلهم موجودين في أنحاء مصر، ممكن اللي في القاهرة، ممكن اللي في الصعيد، ممكن اللي في اسكندرية، ممكن في كل محافظة في مصر. كلهم مختلفين، مش موجودين في نفس المحافظة. قدرنا نتجمع ازاي؟ من خلال اونلاين ميتينجز زي اللي احنا بندرس فيه دلوقتي. فحاجة زي دي ساعدتنا بشكل كبير 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 جدا في التعليم، وسهلت على الطلبة انهم يتعلموا. وعلى فكرة، سهولة التعلم مش معناها ان الكل هيتعلم، لان في كتير لما الحاجة بتسهل لهم او بتكون سهلة بتتراكم عليهم. كتير من الطلبة بلاحظها، سواء طلبة صغيرين في السن او سواء طلبة بتوع كليات، ان وهم بيسكرولوا على الفيسبوك انستجرام او اي حاجة، لو لقوا حاجة تعليمية يعملوا لها سيف
ما يبدأوش فيها. انا عاملها سيفها بشوفها بعد كده، والله ما حد بيشوفها. فكل ما الحاجة بتسهل في طبيعة كده بشرية، خلاص انا هأجلها بعدين، ما هي معايا. زي اللي بيروح يصور ملازم او كتب واخليها عندي، ما بدأش فيها بس جاب. اللي بيروح معرض الكتاب بيشتري بال20 وبال30 كتاب وما يبدأش فيه. ليه؟ لأن الحاجة خلاص بقت عندك، انت في عقلك الباطن تخيلت اللي انت بدأت فيه. هو التكنولوجي بتسهل لك التعلم، بس الشخص نفسه لو مش عايز يتعلم خلاص مش هتتعلم. انت بدأت النهاردة أول محاضرة، بعد كده في المحاضرات الجاية هيكون الحوار أتقل، هيكون في تكليفات ليك، هيكون في تدريبات ليك، تدريب على الكود، وهنتعامل مع بعض وهنتشاور بشكل مستمر إن شاء الله على الجروب وفي الميتينجز بتاعتنا. فيا إما واحد عايز حاجة مجرد إن أنا بدخلها عشان أثبت لنفسي إن أنا والله مجتهد، وما بين واحد فعلا عايز يتعلم، عايز يتعب، عايز يستمر. مش هدخل أول محاضرة وبعد كده ما أكملش، أنا عايز الكل يكمل، عايز الكل يستفاد. تمام يا شباب؟ تاني جزئية عندي في الهيلث، في الصحة. ازاي يا باشمهندس؟ هو تكنولوجيا المعلومات كمان أثرت في الصحة؟ طبعا أثرت بشكل كبير. في عندي حاجة اسمها تيليميديسين. ايه التيليميديسين ده؟ ده الطب عن بعد. يعني ايه الطب عن بعد؟ الدكتور يقدر يعالج المريض وهو في بلد تانية. واحد شفاكم الله وعافاكم مثلا عنده مرض خطير، كانسر، وحاجة زي دي ممكن مش متعرف عليها جدا كطلبة أو كدكاترة موجودين في البلد اللي أنت موجود فيه. تقدر تتواصل مع دكتور في بلد تانية خالص، مثلا في أوروبا أو في أمريكا، يتابع حالتك ويقولك تعمل إيه. فحاجة زي دي ممتازة. من 30-40 سنة عشان تاخد مشورة بتاع الدكتور لازم تسافر له وتعدله بحار ومحيطات. دلوقتي الحوار بقى أبسط بكتير. طب تاني حاجة، ال 3D كمبيوتر موديلز. يعني ايه؟ دي نماذج ثلاثية الأبعاد. بتعمل ايه؟ بتساعد الأطباء أو الدكاترة إنهم يحددوا مكان الورم، عافاكم الله، في المخ أو في الجسم بشكل دقيق جدا جدا جدا. انتوا عندكم الأورام زي السرطان موجودة في الجسم لبعض الناس، بتكون موجودة في خلايا معينة. لو الدكتور عمل العملية بنفسه من غير ما يستعين بال 3D كمبيوتر موديلز مش هيقدر يحدد مكان الورم. وسمعنا كتير إن في ناس عملت عمليات للكانسر وبعد كده الكانسر رجع تاني. ليه؟ لأن لم يتم استئصال الورم بشكل كامل. كمبيوتر أو التكنولوجي ساعدتنا في ده، خلتنا نحدد جزء اللي حاصل فيه المشكلة، اللي حاصل فيه الكانسر، ويتم استئصاله بدقة عالية جدا جدا جدا. تمام. حاجة تالتة ساعدنا فيها التكنولوجي في الصحة، زي ايه؟ زي الروبوتكس او الروبوتات. الروبوتات دلوقتي يا شباب في دول مختلفة، مش لازم مصر، موجودة في مصر بس يمكن اكتر في اوروبا وفي امريكا، بتعمل عمليات جراحية دقيقة جدا 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 الانسان عمره ما يقدر يعملها. الانسان هيستخدم الالات دي ويوجهها، لكن من غيرها مش هتقدر تعملها. خلينا نقول مثال بسيط جدا عن الروبوتات. أجهزة الليزر اللي بتعمل عمليات بدل الجراحية، حاجة زي مثلا عملية، شفاكم الله جميعا يا رب محدش يتعب، حاجة زي عمليات مثلا المرارة، بتيجي الناس كتير جدا كبار في السن، لو اتعملت جراحة ممكن لا قدر الله تؤدي للموت. لو اتعملت بالليزر بالجهاز اللي هو في الأصل روبوت، هيعملها له بشكل دقيق جدا ومش هياخد ربع نص ساعة بالكتير، وهيطلع يقدر يمشي في نفس اليوم. فالروبوتات سهلت لنا كتير. جت منين؟ من خلال تكنولوجيا المعلومات. أثرت في ايه؟ في الهيلث، في الصحة بتاعتنا يا شباب. تمام. تاني حاجة او اخر حاجة في جزء الصحة، الالكترونيك هيلث ريكوردز. اللهم ان كان فأبطل، اللهم ان كان سحرا فأبطل. انا عارف المصطلحات ممكن تكون صعبة بس احنا بنحاول نسهلها سوا مع بعض. يعني ايه الكترونيك هيلث ريكوردز؟ انت دلوقتي رحت كشفت، يمكن اللي انا بقوله ده موجود في اوروبا وفي امريكا اكتر،
اي مستشفى او اي دكتور بتروح له بتتكلم معاه، بتكشف عنده، بتكشف اي مستشفى، المستشفيات دي كلها متوصلة ببعض، بيسجلوا بيريكورد بايه، بيريكورد كل حاجة انت مريت بيها خلال زمن معين، وبيتعمل لك ريبورت كامل عن صحتك، عن الحاجات اللي انت تعرضت لها، عشان لما تروح تكشف في حاجة تانية يراجعوا أسامة ده جه في كذا وكذا وكذا، ما هو ممكن الحالة اللي هو فيها دي بسبب 1 و2 و3 لأن هو اتعرض لهم قبل كده، أو تم أو أدى كذا وكذا وكذا للحالة اللي هو فيها دلوقتي. فتكنولوجيا المعلومات خلتنا نعمل هيلث ريكوردز بشكل إلكترونيك، ساعدتنا بشكل كبير جدا جدا جدا. تمام. عايز حد منكم يقول لي ازاي تكنولوجيا المعلومات ساعدتنا في الصحة. اختار حد عشوائي ولا حد هيفتح المايك ويتكلم؟ رضوى معايا؟ سندس؟ نورهان؟ سندس لو يا دكتور معاك. تمام اتفضلي. التكنولوجي ساعدتنا ازاي في الهيلث او في الصحة يا رضوى؟ أقول مصطلحات ولا أشرح؟ افهمي او اشرحي اللي انت فهمتيه دلوقتي من كلامنا، انا مش عايزك تقري او تحفظي. تمام. ساعدنا في علاج مثلا زي مرض السرطان. مظبوط. بيعرف أماكن الورم بشكل دقيق، يعني أكتر من الدكتور أو كده، بيوضح أكتر. تمام. آه، شاطرة كملي. ممكن مثلا يساعدنا إن احنا نعرف المرض لو من دكتور تاني في بلد بعيدة. مظبوط، اللي هي التليميديسين. مظبوط، ما شاء الله عليك يا رضوى، كملي. وإيه تاني ثانية؟ وروبوتات بتعمل عمليات دقيقة، مظبوط. بتبقى أسهل من الدكاترة بشكل عام يعني. صح. بس لو رضوى دول اللي دلوقتي فاكراهم. لو رضوى دلوقتي بقت دكتورة وشغالة في أي بلد أجنبية، والمكان اللي هي شغالة فيه السيستم بتاعه مربوط بالمستشفيات التانية، لو جالك حد تعبان في حالة معينة وانتي السيستم بتاعه مربوط بشكل كامل، ازاي التكنولوجيا هتساعدك في حاجة زي كده؟ آه، هيبقى عندك معرفة التاريخ المرضي بتاع المريض ده، لأن هو اتعمل له ايه؟ الكترونيك هيلث ريكوردز، تسجيلات أو تمام. ريبورتات بكل الحالات المرضية اللي هو اتعرض لها. فساعدتك ولا مساعدتكيش؟ ساعدتك وساعدتك بشكل كبير. لا، ساعدتني طبعا. مظبوط. أشكرك جدا مم. يا رب. تمام. لا. نروح لجزء تاني في الاي تي. هو مفيش اسبكت او او جزء ايا كان في حياتنا الا وفي تكنولوجيا المعلومات متخصص فيها تكنولوجيا المعلومات. طبعا مش هنسيب اهم حاجة الفلوس والبيزنس. حاجة زي كده طبعا تكنولوجيا المعلومات أثرت فيها وأثرت بشكل كبير جدا كمان. إزاي؟ دلوقتي ما عادش لازم تشيل كاش في جيبك، حاجة اسمها الفيرتشوال ماني، الفلوس الافتراضية. أمثلة ليها الكروت المحفوظة القيمة اللي هي الكاش فاليو كاردز. ايه الكاش فاليو كاردز دي؟ اللي هي زي الاي وولت. مفيش حد فينا دلوقتي ما يعرفش يعني ايه فودافون كاش، يعني اتصالات كاش، يعني اورنج كاش، يعني وي كاش. كل المحافظ دي اسمها اي وولتس. جت منين؟ جت نتيجة التكنولوجيا المعلومات. تمام. حاجة مثلا زي بره بيستخدموا حاجة اسمها بي بال. انت ما بتشيلش فلوس في جيبك، انت كل الفلوس موجودة يا اما على كارت مثلا فيزا، مستر كارت، ميزة موجود في مصر، وهكذا، او اي وولت محفظة زي بي بال. ماشي. دي حاجة. الحاجة التانية تحويل المرتبات الكترونيا. اي حد دلوقتي شغال يقول لك بص احنا هنعمل لك حساب بنكي، والحساب البنكي ده
كل شهر هنحول لك عليه المرتب بتاعك. ما بقاش فيه فلوس مقيدة يد بيد إلا في أماكن قليلة جدا، لكن بشكل كبير لا، الفلوس بتاعتك بتتحول على انستا باي مثلا، أو بتتحول على حساب بنكي. طب حاجة تانية، الأونلاين بيل بينج. يعني إيه المصطلح ده؟ يعني دفع الفواتير أونلاين. أنا دلوقتي أقدر أدفع الفاتورة بتاعتي أونلاين، فاتورة الكهرباء، فاتورة المية. عارفين في حاجة يا شباب اسمها NFC، او الموبايلات اللي فيها حاجة اسمها رقائق ال NFC دي بتعمل ايه؟ انا عايز اشحن، في كتير عنده دلوقتي العدادات الكهرباء اللي هي الكترونية، لما بعايز اشحنها باخد كارت الكهرباء وبروح اشحنه. طب لو انا معايا موبايل فيه NFC، اقدر احول فلوس من الكارت من التليفون بتاعي اللي محفوظ عليه الكارت بتاعي، الكارت البنكي، للكارت بتاع الكهرباء، فوفر عليا مشوار. طب لو ما وفرش عليا اصلا مشوار، طب ما انا الكارت ده برضو اروح اشحنه من بره، فسهل عليا برضو. ما بقتش محتاج اروح مثلا انزل مثلا محافظة بعينها عشان اروح في مكان معين تابع الوزارة الخاصة بالكهرباء عشان اشحن الكارت بتاعي. لا، بقيت تقدر تشحن اونلاين. ماشي. حاجة اسمها المايكرو بيمنتس. المايكرو بيمنتس دي يعني اقدر ادفع فلوس بشكل صغير. يعني مثلا في اشتراكات دلوقتي، مثلا اشتراك ب10 جنيه وب15 جنيه وب20 جنيه، مثلا اشتراكات المنصات بتاعت الافلام والمسلسلات والحاجات اللي زي دي اسمها مايكرو بيمنتس، حاجات بسيطة جدا كدفعات. انا مش هروح اركب مواصلة وانزل في مكان معين واروح ادفع فيه كاش واصرف قدام المبلغ البسيط ده اللي هو 10 جنيه ولا 15 جنيه، اصرف قدامه 50 ولا 100 جنيه. مش هعمل كده، هدفع اونلاين. فتكنولوجيا المعلومات وفرت لي مشوار، وفرت لي وقت، وفرت لي كمان فلوس. ماشي. طب الاي تي ساعدني في ايه كمان؟ في الحكومة. ازاي في الحكومة؟ الحكومات كمان يا شباب اهم حاجة عندها دلوقتي الاي تي. الحكومات بتقدر تستفيد من الاي تي. ازاي؟ بتحسن الخدمات زي قواعد البيانات الخاصة بالشرطة. واحد بلطجي عامل مشاكل في محافظة، راح محافظة تانية، لو كشفوا على البطاقة بتاعته هيلاقيه ان هو مسجل فهياخدوه. ازاي ده عمل المشكلة في اسكندرية؟ ازاي لما جه الصعيد اتعرف؟ ما هو اتسجل في السيستم. فساعدت الشرطة او الحكومة ان هي تحافظ على امن المواطنين. حاجة تانية، الاونلاين فوتنج. ايه اونلاين فوتنج ده؟ يعني التصويت اونلاين. يمكن ده مش موجود في مصر بس موجود في دول تانية، اللي انا اقدر اعمل تصويت اونلاين سواء لحاجة معينة زي مثلا ترشح رئيس او ترشح شخص معين لمنصب معين، او لخدمة معينة او حاجة الحكومة عايزة تعمل عليها ابليكيشن او تعمل عليها فوتنج، اللي هي تعمل عليها نظام انتخاب. طب في حاجة تانية، ايزر فاند ريزنج. يعني ايه؟ يعني بتسهل لك فكرة جمع التبرعات لحاجة معينة. مثلا الدولة عايزة تعمل تصليح لشارع معين حصل فيه مثلا أزمة صحية أو أزمة اجتماعية، مثلا حريقة أو كده، فتقدر تخلي الناس اللي في المنطقة يجمعوا فلوس ويعملوا لهم الحاجة دي. طب ده لو من غير أونلاين أو تكنولوجي لا قدر الله ممكن يحصل فيها سرقة كتيرة. طب لو على تكنولوجي، لا، هيتعمل سيستم، والسيستم ده الناس تقدر تدخل فيه وتدفع فلوس، والفلوس دي تتخزن مين اللي دفعها وراحت لمين وهتوصل ازاي وهيستفيدوا بيها ازاي. فخلت فكرة الجمع التبرعات اوثق، افضل، احسن، واسرع. تمام يا شباب؟ هل الاي تي ملوش اي مساوئ؟ لا، ليه؟ ازاي؟ لان برضو زي ما بيساعد الحكومة ممكن برضو يعمل له مشكلة. ازاي؟ حاجة اسمها التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية. حاجة زي دي ممكن السيستم يتعمل له هاك، فممكن يحصل فيه مشكلة. ممكن جهاز بتاع الفوتنج او بتاع الترشح يحصل فيه مشكلة. ممكن يتم اخذ الداتا بتاعة الناس، فانت كده انتهاك للخصوصية. بس مفيش حاجة كويسة الا ما بيكون ليها مساوئ. بس
حاجة زي التكنولوجي الفوائد بتاعتها لو أنا استخدمتها صح فوائدها أكبر بكتير من مساوئها. تمام. تعالوا نروح لجزء تاني، الجزء الخاص بالشغل. عايز حد فيكم كده يفتح المايك ويقول لي هل حد فيكم قبل كده سمع عن حاجة اسمها لينكد إن؟ ده اللي هو احنا عندنا اللي هو بتاع الوظايف، صح؟ مظبوط يا جهاد. زي ما جهاد هما بقى يعرفوا يعني. زي ما جهاد قالت مثال على لينكد إن اللي هو خاص بالوظائف. حاجة زي لينكد إن بتسهل على اللي عايز يوظف إن هو ينزل انفورميشن عن الجوب بتاعته. أنا عايز واحد يكون فيه مواصفات 1 2 3، فيروح محمد أو علي أو جهاد أو أو فلانة أو فلانة أو فلانة يروحوا يقدموا على الشغل ده. بدل ما أنا تكون أنت مثلا في الصعيد والشغلانة دي موجودة في القاهرة، بدل ما أنا هروح أسافر عشان بس أعمل انترفيو، طب ما أنا أعمل الفيرست انترفيو أونلاين، فأعرف أنا مناسب للشركة والشركة مناسبة ليا قبل ما أروح. والله لو تمام أعمل سكند انترفيو أو انترفيو تاني في الشركة نفسها، أبقى أسافر يا عم، بس أعرف هل المكان ده مناسب ليا ولا لأ، هل هم برضو شايفين أنا مناسب ليهم ولا لأ. فبيوفر وقت ومجهود وكمان فلوس. ماشي. حتة الرسمي أو السي في، حد فيكم يعرف يعني إيه السي في يا شباب؟ هو السي في ان انا ببقى واخده زي شهادات. مش عارفة. كملي. مظبوط مظبوط. تمام، بيبقى يعني واخده شهادات مثلا. انا مش عارفه اشرح بصراحه. لا عارفة عادي والله كلامك مظبوط. بتبقى واخدة شهادات وتتحط في السي في عشان تثبتي للي قدامك اللي انت كفء في الوظيفة دي. مظبوط. مظبوط تمام. بس كلامك مظبوط، كملي كملي. بس يعني. بتقدر تحط فيه تعريف عن نفسك، تحط فيه الأماكن اللي اشتغلت فيها قبل كده، تحط فيها التعليم بتاعك، كلية ايه، خدت كورسات ايه، خدت شهادات ايه، ايه السكيلز المهارات بتاعتك في المجال ده. مثلا مجال برمجة، أنا والله متعلم مثلا HTML و CSS و جافا سكريبت، واحد تاني متعلمهم ومتعلم معاهم رياكت ونكست، واحد تاني متعلم PHP ومتعلم داتابيز، واحد تاني فاهم في الكمبيوتر ساينس والالجوريزم والداتا ستراكشرز، وهكذا. فحاجة زي دي بتتبني من خلال برامج زي الوورد أو حاجات أونلاين شبيهة، وبطلع بيها بملف PDF أقدر أبعته للشركة، أنا يا عم فلان الفلاني وأقدر أعمل اللي أنت عايزه في الشغل ده، فيقدر يقبلني أو يرفضني. فسهلت فكرة الجوب أو الكارير اللي هو المجال العملي أو الوظيفي بتاع الشخص، وكمان سهلت على الشركات إن هم يوظفوا. ماشي. تعالوا نكمل شوية. الانفورميشن تكنولوجي في حياتنا احنا الشخصية بنستعملها في ايه؟ عايزكم كده يا شباب، عايز حد يعني منكم يكلمني يقول لي أول ما بيصحى من النوم لحد ما بينام ممكن بيتعامل مع تكنولوجيا المعلومات في ايه وفي ايه وفي ايه. يعني ممكن كده يحسبها يقول والله أنا بقضي على الموبايل مثلا نص ساعة ولا ساعة ولا 2 ولا 5 ولا اليوم كله. عايز حد كده ندردش سوا مع بعض. حد يفتح المايك ويتكلم شوية. هو احنا لو مثلا دلوقتي في الإجازة، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الإجازة بنستخدمها اليوم كله زي ما حضرتك قلت، تمام. تمام. أما في المدرسة لو مثلا عاوزين نسأل عن معلومة أو حاجة واقفة معانا في الدراسة، نسأل مثلا زي شات جي بي تي أو ميت على الواتس أو الحاجات دي. ده مظبوط. اللي بنستخدمه بكده. أو مثلا نتعلم ناخد كورسات وكده يعني. كلامك مظبوط. مين اللي كان بيكلمني؟ على عبد الحميد. ماشي يا آلاء.
ممتاز ما شاء الله عليك. فتكنولوجيا المعلومات هي زي ما قالت زميلتكم آلاء، إن التليفون حرفيا دلوقتي بقى حاجة لا تتجزأ مننا، من حياتنا الشخصية. مبني على إيه التليفون ده؟ هل جه من العدم؟ لأ، اتبنى على تكنولوجي وعلم وساينس، مبني على الانفورميشن تكنولوجي. انت اول ما بتقوم من النوم ممكن تمسك تليفونك تشوف ايه الرسائل اللي اتبعتت لك، ايميل والتكستنج، تبعت ايميلات او تعمل تكستنج لصاحبك، تكلمه، تبعت له مسجات على الواتساب، او تبعت له استيكرات، او الريلز الهبله دي اللي احنا بنبعتها لاصحابنا كلنا، اللي هو يا ابني انت فاضي؟ يلا هو احنا بنعمل كده. او مثلا في الجزء الخاص بالتواصل مع الناس، السوشيال ميديا. حتى في طلع مصطلح يقول لك انت بالسوشيالايز، انت عمال تتعامل مع التليفون بتاعك كأنه حياتك الشخصية، وبتتعامل بقى فيسبوك، انستجرام، من الانستجرام اروح على تويتر، من اللي هو اكس، من اكس اروح على سناب شات، انا اللي هي لفة غير منتهية. فانت الانفورميشن تكنولوجي مأثرة على دماغي بشكل كبير جدا، ومأثرة برضو على حياتك. في حاجة عايز اسألها، وقبل ما اشرحها لو حد يعرفها يبقى شاطر جدا جدا جدا. تعرفوا ايه الفرق ما بين كلمة انترنت وما بين كلمة ويب؟ لو انت حتى مش عارف تخيل كده، يعني يا ترى ايه هو الانترنت ده؟ طب ايه الويب ده؟ هو ممكن اقول انا. اتفضل. ماشي، هو الانترنت اللي هي فيها ألف بات، أعتقد إن هو ده الإنترنت اللي هو الخاص بالشركات والمؤسسات، زي البنك مثلا بيبقى ليه شبكة داخلية خاصة بيه. الويب ده اللي هو زي ما كنا بناخد زمان، يعني أعتقد في تالتة إعدادي كده، اللي هو الشبكة العنكبوتية اللي هي www. فدي شبكة مفتوحة شوية، اللي هو الإنترنت بشكل عام اللي إحنا بنستخدمه. أما مظبوط. أما للتانية بتبقى شبكة داخلية بقى، مم. بيستخدمها بقى الشركات وكده في إرسال بيانات أو حاجات كده. ماشي يا جهاد، انت عندك راوتر في البيت يا جهاد اكيد، صح؟ بتوصلي منه نت. اه الراوتر ده تمام. متوصل بسلوك، السلوك دي واصلة بالبوكس، البوكس ده متوصل بالجهاز المركزي اللي موجود في المنطقة بتاعتك، متوصل بالجهاز المركزي بتاع المحافظة، متوصل بالجهاز المركزي بتاع الدولة متوصلة تمام. بالعالم. السلوك والأبراج وكل الحاجات الفيزيكال، يعني الحاجة الملموسة، أنا أقدر أمسك الراوتر أمسكه في إيدي، أقدر أشوف السلوك وأمسكها في إيدي وأشوفها، أقدر أشوف كل التوصيلات. فهي الإنترنت the physical network connection network. يعني إيه؟ دي الحاجة الأساسية الملموسة يا جهات اللي أقدر أمسكها بإيدي، دي اسمها إنترنت. طب الورلد وايد ويب دي الحاجة اللي انتوا بتشوفوها نتيجة توصيل الداتا خلال الانترنت. يعني لما تفتحوا اليوتيوب ده اسمه ويب، لما تفتحوا فيسبوك ده اسمه ويب، لما تفتحوا جوجل ده اسمه ويب، تفتحوا اي موقع في الدنيا ده ويب. دي المالتي ميديا دوكيومنتس اللي هي البيجز اللي انا بتعامل معاها. طب والانترنت ده السلوك اللي موصله ما بين الراوتر وما بين الباقي العالم، الواي فاي اللي موجود بيوصل لي الداتا. فدي الممر، دي زي الانبوبه اللي بتوصل لي الداتا رايح جاي، موصلاتي يعني. الويب دي النتيجه للداتا اللي طلعت من خلال الانترنت. عايز كده حد شاطر يقول لي الفرق ما بين الانترنت والويب زي ما قلتها، او بطريقته الخاصه عادي. يا شباب اختار انا. الاء معايا؟ حضرتك معاك. ماشي، انا قلت دلوقتي الفرق ما بين الانترنت والويب، ممكن تبسطه لي كده بالفهم اللي انت فهمتيه؟ بصراحة أنا فهمت، يعني مش فاهمة أوي، مش هعرف أوصل لحضرتك. نفهمها سوا مع بعض. قلنا الحاجة الفيزيكال اللي آلاء تقدر تمسكها أو تشوفها بإيديها، راوتر، السلك بتاع الراوتر ده واصل للبوكسة اللي هو اللي موجودة في الشارع بتاعكم، اللي موصلين منه سلك التليفون أو سلك النت، السلوك بتاعت النت، الواي فاي، ده اسمه انترنت، اللي هي الحاجة اللي انت تقدري تشوفيها يا آلاء بعينك. طب تمام حاضر. ايه الحاجة دي؟ بيوصل فيها ايه؟ بيوصل فيها داتا.
الداتا دي بتظهر لك على اساس ايه؟ سوشيال ميديا، على اساس يوتيوب، جوجل، الحاجه اللي الاء بتشوفها في الشاشه عندها في الموبايل، ده اسمه ويب، اللي هو المالتي ميديا دوكيومنت. يعني ايه مالتي ميديا يا الاء؟ يعني فيديوهات، صوتيات، صور او تكست. تمام. تمام ودي حضرتك. كده بقى الفرق ما بين الويب والانترنت. الإنترنت الحاجة اللي احنا بنشوفها، نقدر نشوفها بعينينا أو نمسكها. تمام. أما الويب الحاجة اللي بتبقى معروضة على الشاشة، مظبوط. الحاجة اللي نقدر نشوفها على الشاشة، مثلا زي اليوتيوب زي ما حضرتك قلت، أو مواقع التواصل الاجتماعي بقى، صح، كلها اللي بتتعرض لنا. ما شاء الله عليك، مظبوط جدا جدا جدا. تمام. تمام. واي حد يا شباب بيجاوب معايا ما يقلقش ان هو يغلط، عادي اغلط وانا اصحح لك ونصحح لبعض عادي جدا. المهم ان انت تشارك وما تخليش خوفك يمنعك ان انت تتعلم. تمام يا شباب. تعالوا نكمل. The basics of the information technology. ايه اساسيات تكنولوجيا المعلومات؟ والله حاجات كتيرة جدا جدا جدا. ايه هي؟ انت دلوقتي في تكنولوجيا المعلومات عندك انواع للكمبيوتر. ايه اللي جاب انواع الكمبيوتر تابلت ولابتوب؟ هو كلمة كمبيوتر ده الاسم العام، جنرال نيم، الاسم العام. هو جاي من كلمة كمبيوت، فعل كمبيوت اللي هو يعمل عمليات حسابية. الديسكتوب اللي هو الكمبيوتر بيعمل عمليات حسابية، اللابتوب بيعمل عمليات حسابية، التابلت بيعمل عمليات حسابية، الموبايل بيعمل عمليات حسابية. فأي حاجة منهم اسمه كمبيوتر. يعني الموبايل اللي في ايدك ده كمبيوتر، اللابتوب اللي قدامك ده كمبيوتر، الكمبيوتر كمبيوتر. عارفين اللي هو الفيلم لما قالت لك كذا ده حرام، الغسالة دي حرام، كل حاجة حرام. نفس الفكرة، أي حاجة بتعمل كمبيوت هي كمبيوتر. يعني الموبايل فيه بروسيسور فهو كمبيوتر، هنفهم يعني بروسيسور دلوقتي. اللابتوب فيه بروسيسور فهو كمبيوتر، ديسكتوب بي سي فيه بروسيسور فهو كمبيوتر، المايكرو كنترولر فيه كمبيوتر، وهكذا. ممكن حد يقول لي ايه هم انواع الكمبيوترات؟ عد ولا يعني عدد براحتك، انت مش لازم تلتزم بدول، ممكن تقول اللي انت عايزه. رضوى معايا؟ مع حضرتك، اتفضل. ممكن تقولي لي ايه ممكن انواع الكمبيوتر؟ أي حاجة بتبقى سمارت، مثلا سمارت فون، مظبوط. أو الساعات الذكية مثلا. ما شاء الله عليك، مظبوط. آم، أي حاجة تكنولوجيا. طيب اي يعني حاجه بتعمل بروسيسنج، يعني ساعات ذكيه، سمارت ووتشز او موبايلات او لابتوبات. اللاب، أو صح. اللاب والتابلت. مظبوط. مش فاكرة حاجة تاني بصراحة. الايبادات بانواعها وهكذا. اي حاجه اه، بتعمل بروسيسنج فهي كمبيوتر. تمام. تمام. الكمبيوتر ازاي بيشتغل يا رضوى؟ والله هما 3 مراحل اساسيين وجواهم فيه كتير جدا، بس احنا هنبسطهم. انبوت، بروسيس، اوتبوت. يعني ايه؟ يعني انا بدخل له داتا اللي هي الانبوت، بيعمل عليها بروسيس اللي هي معالجة، يشوف البيانات اللي انا دخلتها دي ايه يا باشا، بعد كده يطلع لي اوتبوت، يطلع لي النتيجة النهائية. انت جبت فيه فول مدشوش، فضلت تهرسه وحطيت عليه شوية توابل وشوية خضرة، ده اسمه بروسيسنج، طلع بقى طعمية، فدي النتيجة بتاعته. فانت بتبتدي تقول له مدخل، تعمل عليه بروسيس او بروسيس، بعد كده يطلع لك بنتيجة. تمام يا شباب. ننزل للجزء اللي بعديه، الهاردوير كومبوننت. الكمبيوتر ده بيتكون من ايه؟ او الهاردوير، يعني ايه هاردوير ويعني ايه سوفت وير؟ حد يعرف الفرق ما بينهم؟ اقولها. هاردوير يعني الجزء المرئي، الجزء اللي انت تقدر تمسكه بايدك، الشاشة، اللوحة الام، لوحة المفاتيح، الكيسة بتاعت الكمبيوتر، الرامات، الحاجات اللي زي دي، المذر بورد، كارت الشاشة. دي اسمها هاردوير، حاجة تقدر تمسكها بايدك، حاجة ملموسة، فيزيكال. طب السوفت وير اللي هي البرامج، ممكن نعملها على حاجة في ايدك اللي هي الموبايل، الشاشة،
السماعات والكاميرات وكل حاجة ملموسة، ده اسمه هاردوير. البرامج اللي موجودة جوه فيسبوك، انستجرام، برنامج الكاميرا، برنامج كذا، برنامج كذا، ده اسمه سوفت وير. فالحاجة اللي بيتم عملها او يتعمل لها انستول يعني تسطيب برنامج، دي سوفت وير. اي حاجة فيزيكال تقدر تمسكها بايدك في الجهاز اللي قدامك اسمها هاردوير. طب يا ترى ايه مكونات الهاردوير؟ البيزك من الكومبوننت بتاعت الهاردوير هنبسطها في 3 حاجات، ايه هما؟ السي بي يو والرام والمذر بورد. في حد عارفهم قبل ما اتكلم يقول لي ايه هما دول؟ حتى لو معلومات بسيطة جدا، مش عايز يعني تعمق، عادي يكون سمع. هي الرامات اللي هي المساحة. مظبوط. مظبوط. ممكن نقول السي بي يو دوت اللي هو المعالج اللي بياخد اللغة بتاعتنا بقى، سواء عربي انجليش، بيحولها لغة الآلة اللي يقدر يفهمها الكمبيوتر وكده. ما شاء الله عليك، مظبوط كلامك صح. يلا عايز حد بقى يقول المذر بورد. المذر بورد يا شباب اللي بتشيل دول على بعض، عشان كده اسمها اللوحة الأم، هي اللي بتلم كل دول بتحتضنهم وبتخليهم جواها. فالسي بي يو والرام وكارت الشاشة وكل حاجة مكونات بتتحط على المذر بورد. السي بي يو اللي هو ايه؟ سنترال بروسيسنج يونت. لا قول تاني، سنترال بروسيسنج يونت، وحدة المعالجة المركزية. عارفين لما الناس اللي بيحبوا الالعاب على الموبايل بيلعبوا بابجي وبيلعبوا حاجات زي كده، يقول لك انا عايز معالج قوي. المعالج ده اللي هو السي بي يو. كل ما قوته بتبقى اعلى، كل ما الفريمات اللي قدامك هتظهر في اللعبة اعلى، كل ما هتبقى سلسة، كل ما تشغلها على جرافيكس اعلى، وهكذا. الرامات، الرام عندك نوعين، نوع اسمه تمبرري ونوع تاني دائم. ايه الفرق ما بينهم؟ يقول لك التليفون ده 128 و4 رام، يقول لك ده 256 و8 رام، ده 512 و16 جيجا رام. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ واحد ال 256 دي بتقدر تحمل عليها الداتا بتاعتك، صور، فيديوهات، وهكذا. طب التانية اللي هي الرام دي الحاجة اللي بيعدي عليها الداتا ما بين المساحة وما بين السي بي يو. لا ببساطة كده انا هسهلها لك اكتر بكتير دلوقتي، بس افهمها بشكل كده عام وهنفصصها سوا. عايز حد كده يقول لي ايه هما السي بي يو والرام والمذر بورد بشكل بسيط جدا. عايزين حد ما جاوبش قبل كده؟ محمود شرقاوي. أنا جاوبت قبل كده. رضوى طيب. هو انا مش فاهمه قوي السي بي يو، يعني مش عارفه هي ايه بالظبط في الجهاز، بس انا عارفه الاتنين يعني الباقيين. ماشي، انت دلوقتي فاتحة من اللابتوب ولا من الكمبيوتر ولا من كمبيوتر عادي؟ لا، موبايل عادي. من موبايل. يقول لك حاجة هي العقل المدبر للتليفون بتاعك ده اللي بيخليه شغال، هو السي بي يو، هو المعالج البروسيسور اللي بياخد كل الداتا اللي رضوى بتتعامل معاها وبيحولها لمنتج او اوتبوت. يعني مثلا رضوى دلوقتي فاتحة الابليكيشن بتاع الميت، الصوت اللي طالع لك دلوقتي اتعمل له معالجة بتاع باشمهندس أسامة، لما دخل جوه الميت وعقبال ما وصل لك الداتا دي دخلت مش مفهومة، مين اللي فهمها ووصلها انها تطلع في المايكات وتسمعيني؟ البروسيسور. ايه اللي خلى الشاشة دلوقتي شغالة قدامك ومنورة؟ البروسيسور. ايه اللي ادى البكسلات والالوان؟ البروسيسور. اي حاجة بتتعمل على الموبايل مسؤول عنها البروسيسور اللي هو السي بي يو، Central Processing Unit، هو العقل الكامل والشامل للموبايل بتاعك او اي جهاز اللي هو في مسماه اسمه كمبيوتر.
في ناس كتيرة بيحبوا الألعاب بابجي وكده، يقول لك أنا عايز معالج قوي جدا. ليه؟ عشان هشغل عليه ألعاب بفريمات عالية. ممكن أخوك الصغير، ممكن أو أخوك الكبير، عادي كلنا بنحب الألعاب. يقول لك أنا عايز أشتري موبايل جيمنج. ليه؟ عشان أشغل عليه الألعاب بشكل عالي. البروسيسور ده هو اللي بيقود ده. واحد دلوقتي داخل الجيم شال 5 كيلو، فده لسه بادئ. هو بروسيسور بيقدر يعمل عملية معينة. بس جبت واحد مثلا زي بيج رامي شال 50 و60 و70 كيلو، فهو في المسمين هو ده بادي بيلدر وده بادي بيلدر. اللي دخل شال 5 كيلو بادي بيلدر، واللي شال 70 كيلو بادي بيلدر. بس ده على قده وده واحد محترف. فالبروسيسورات برضو انواع، في بروسيسور قوي وفي بروسيسور ضعيف، في بروسيسورات متوسطة وهكذا. عشان كده يقولك الموبايلات. يعني اتفضلي. هي عملية مش حاجة فيزيكال في الموبايل؟ هو في حاجة فيزيكال، السي بي يو ده حاجة فيزيكال محطوطة في الموبايل، بيتم عمل عليها العمليات، كل حاجة ممكن تتخيليها. تمام ده فهمت. هو الحاجة اللي بتفهم. انت دلوقتي مش رضوى ربنا سبحانه وتعالى ميزها بالعقل. العقل ده انت لما بتبص دلوقتي على الموبايل، الحاجة اللي انت شايفاها دي مين اللي عمل عليها بروسيسنج عشان تشوفيها؟ المخ، عقلك. الداتا دي دخلت منين؟ دخلت من العين، دخلت في القرنية، وصلت بعد كده وصلت لحد المخ، تم معالجتها. ده شاشة، ده في كلام، ده في كذا، في صوت، بربط ما بين الاتنين، بعمل بينهم محاذاة او سينكرونايز يعني. مين اللي عمل ده؟ العقل. فاحنا بنحاول نحاكي العقل ده اللي ربنا خلقه. ايه هو المحاكاة بتاعته؟ السي بي يو، السنترال بروسيسنج يونت، المعالج. عشان كده لما تيجي تشتري موبايل، اشتري موبايل المعالج بتاعه قوي. ليه؟ عشان يقدر يقعد معاك سنة واتنين وتلاتة، ما يبطأش، يبقى قوي. لو نزل اي برنامج جديد او اي تحديث يقدر يتعامل معاه. اي حد فيكم كان معاه موبايل قديم يشوف مثلا موبايل من 8 9 10 سنين، ويشوف يفتح عليه فيسبوك او اي حاجة، هو بس مجرد بيسكرول كده، هيلاقي الدنيا بطيئة جدا. يجي يفتح مثلا من موبايل ايفون 17 برو ماكس اللي فيه بروسيسور اسمه A19 برو، البروسيسور ده خارق حرفيا، ويقارن السرعتين، هلاقي اللي من 10 سنين كان ضعيف جدا دلوقتي بقى قوي جدا. ليه؟ لأن الجديد ده فيه قوة محاسبية أكبر بكتير جدا من الموبايل أبو 10 سنين ده. تمام؟ وصلت لك يا رضوى؟ تمام فهمت. تمام جدا. في أي حد محتاج أي سؤال قبل ما نكمل الجزء اللي بعد كده؟ يا شباب؟ هندخل دلوقتي على الجزء الخاص بالويب. قلنا اللي احنا هندرس مع بعض ان شاء الله HTML CSS جافا سكريبت. هو ايه هو ده وايه هو ده وايه هو ده؟ انا دلوقتي قدام الصفحة دي اللي انتوا شايفينها عبارة عن HTML و CSS وجافا سكريبت. شايفين الاكواد اللي انتوا قدامكم دي دلوقتي؟ اقول لك HTML اللي هي الصفحة، head body، في ناف، في مين، في هيدر، في سيكشن. الحاجات دي اسمها ايه؟ اللي انتوا شايفينه ده اسمه HTML. يعني ايه؟ ال HTML ده هو الهيكل الاساسي بتاع الصفحة بتاعتي، هو زي ما نقول كده العمود الفقري بتاع الصفحة. واحد جاي يبني بيت، تمام، بنى البيت وحط اساسات. الاساسات دي هو ده ال HTML. جبت واحد محر البيت وراح عمل ديكوريشن، عمل نقاشة، وراح عمل دهن لي الحيطان الوان وبتاع وعمل لي رسومات، ده اسمه CSS. خليت مثلا البيت يكون فيه اجهزة وفيه حاجات تقدر تتحرك ومش عارف وكذا وكذا وكذا، ده اسمه جافا سكريبت. الجافا سكريبت بيديني الحيوية اللي للموقع بتاعي ان هو يشتغل. يعني مثلا مش هنروح بعيد، شايفين الجزء اللي انا فيه دلوقتي؟ لو انا دوست على كلمة انترو وديني فين؟ وديني الاول جزئية.
لو دوست على كلمة بيزكس هيوديني الجزء الخاص بالبيزك. لو دوست على ويب ديف هيوديني الجزء الخاص بالويب ديف. مين المتحكم في ده؟ اللي هو الجافا سكريبت. فالجافا سكريبت هي للتفاعل والحركة. تمام. ففكر فيهم، يعني هو ال HTML هو الهيكل العظمي بتاع الويب بتاعك او بتاع الصفحة. اي صفحة يا باشمهندس، اي صفحة في الدنيا بتترجم ل HTML. اي صفحة في الويب بتترجم ل HTML و CSS اللي هو زي ما تقول كده الهدوم اللي الشخص بيلبسها. الجافا سكريبت ده اللي بيخلي الجسم نفسه يتحرك، ده اللي بيخلي الابليكيشن بتاعك يبقى فيه حياة. ماشي. طب نروح لأول جزئية، الجزء الخاص بال HTML. هو ينفع أسأل سؤال؟ طبعا. الأكواد دي مثلا احنا بنعمل زيها في المنصة في المدرسة، تمام؟ دي اسمها ثواني، ينفع ترجع الحتة اللي فوق؟ HTML هي دي الأكواد اللي احنا بنتعلمها في المدرسة ولا دي أعلى شوية؟ تعلموا 3 حاجات: HTML CSS جافا سكريبت. ال HTML اللي هنشوفه دلوقتي اللي هو الأكواد دي، وهنفهم ازاي بتتكتب، وفي المحاضرات الجاية هنشرحها وهخليكم تكتبوا كود بإيديكم وتشغلوا. تمام. تمام تمام. CSS ده الستايلينج، ده الجزء الخاص بالجماليات، اللي انا بوزع عنصر في مكان معين. مثلا حطيت صورة بال HTML، ده الاساس يا رضوى او يا الاء، مش عارف مين بيكلمني. جبت الجزء ده اديته ستايل، خليت الصورة دي يبقى حجمها كذا في كذا، مثلا 100 بكسل في 100 بكسل. حطيت حواليها بوردر، عملت لها دروب شادو، وديتها خليتها تعمل انيميشن وتتحرك وهكذا. ده السي اس اس. اديتها بعض المميزات للتفاعل الانتر اكشن، ده اسمه جافا سكريبت. هنفهم دلوقتي سوا مع بعض. فالمفروض في المنصة عندكم بتكتبوا كود HTML و CSS وجافا سكريبت. تمام. تمام. اول حاجة يعني ايه HTML؟ اول حاجة ناخد الحروف بتاعتها. هايبر تكست اللي هي H و T، هايبر تكست. الام مارك اب، ال لانجوج، يعني هايبر تكست مارك اب لانجوج. يعني ايه؟ يعني ال HTML هي اللغة المعيارية اللي بنستخدمها عشان نعمل ونرتب المحتوى بتاعنا على الويب. بنستخدم حاجة اسمها tags. ايه tags دي؟ اللي هي دي، شايفين كده يا شباب؟ شايفين الجزئيات دي 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 ودي، اسمه تاج. اسمها يا شباب tags. دي علامات عشان نحدد العناصر أولها فين وآخرها فين. ده تاج أول اسمه تايتل، التاج التاني قفلناه اسمه تايتل. فده الحد بتاعك بتاع التايتل. كتبت فيه ايه؟ كتبت فيه my first page. فدي علامات عشان نحدد العناصر دي هتظهر ازاي، والفقرات والصور والروابط وهكذا. معنى الاختصار اللي احنا قلنا عليه هايبر تكست. كلمة هايبر تكست يعني نص فيه روابط لنصوص تانية. ماشي. طب المارك اب استخدام علامات لتحديد المحتوى. واحنا استخدمنا علامات استخدمنا التاجز اهي. تمام. languages يعني لغة، دي لغة بنستخدم فيها المارك اب، العلامات دي اللي هي التاجز، عشان نكتب كلمات او تكست نقدر نعبر بيها عن حاجات تانية. تمام كده؟ في حد مش فاهم يعني ايه HTML؟ معلش ممكن نعيدها تاني الجزء الأخير ده؟ معنى ال HTML هو هايبر تكست مارك اب لانجوجز. يعني ايه هايبر تكست؟ يعني حاجات انا بقدر اكتبها، نص تكست، تمام، بقدر اكتبه في لينكات لحاجات تانية. ممكن في صور، ممكن في كتابة، ممكن في رسومات وهكذا. كلمة مارك اب جاية من تاجز او علامات. فين العلامات اللي مستخدمها هنا؟ اهو، ادي التاج اهو، دي علامة دي، وده تاج.
ده تاج وده تاج وهكذا. فهي جاية من كده. languages أو language اللي هي اللغة، فهي لغة ترميزية بتخليني أكتب تكست أو أضيف الأساس بتاع الصفحة بتاعتي في الويب بيج بتاعتي من خلال إيه؟ من خلال التاجز يا شباب، اللي هي العلامات اللي احنا قلناها هيك. تمام؟ وضحت للي كان بيسأل؟ تمام كده. تمام جدا. الهيكل بتاع الصفحة بتاعتي، ببدأ ال HTML الكلام ده هنشرحه بالتفصيل في المستقبل. هنا بنتعرف عن اللغة ازاي بتتكتب. ده عبارة عن صفحة HTML بسيطة اللي هي دي، ببدأها بتاج اسمه دوك تايب HTML وقبليه علامة استفهام. فده ببدأ بيه الصفحة. عايز اكتب صفحة HTML بكتب التاج ده. بعد كده بكتب تاج ال HTML ده الأول وده الأخير. ده العنصر الأساسي اسمه ايه؟ the root element، العنصر الأساسي اللي بيلم كل دول. اهو ده أوله وده آخره. يعني كده إن أي عنصر أو تاج في ال HTML هو ليه بداية وليه نهاية. زي ايه؟ ادي البداية بتاعت العنصر بتاع ال HTML. نهايته فين؟ اهو. ده العنصر بتاع الهيد اهو، نهايته فين؟ اهو. ده العنصر بتاع البادي اهو، نهايته فين؟ اهو. ببدأه ازاي؟ بفتح تاج واكتب الاسم بتاعه والاسماء والحاجات دي ومعانيها هناخدها في المحاضرات الجاية. ببدأ بالاسم بتاعه HTML. لما باجي اقفل التاج بكتب نفس التاج بس قبليه شرطة. شايفين الشرطة دي يا شباب؟ دي قبليها شرطة. كله كله يعني عملت تاج اسمه بادي، قفلته برضو ببادي بس قبليه شرطة. هنا عملت هيد، قفلته بهيد بس قبليها شرطة. هنا تايتل، قفلته بتايتل بس قبلها شرطة، وهكذا. تمام. في بعض العناصر ما بقفلهاش زي الميتا، وده نفهم معناها ان شاء الله في اللي جاي. في عناصر بكتب فيها تكست زي الاتش، لو مثلا عايز اكتب عنوان او اكتب هيدر بيكون اتش وليه اوزان، ودي هنعرفها دلوقتي. انا مش عايز اتعمق قوي عشان ما تفصلوش، بس ده من عناصر ال HTML. بقول له H1 hello world، بدأت ب H1 نهيت ب H1 وقبل النهاية احط علامة. تمام يا شباب؟ وصلت؟ وصلت حضرتك. تمام. فانا عندي هنا في الصفحة اهو اهم العلامات الدوك تايب HTML اهو، ده اول واحدة. HTML اهو، الهيد اهي، البادي اهي، H1 اهي، وهكذا. ماشي. في common tags او tags متعارف عليها وموجودة كتير او بنستخدمها بشكل كبير. زي ايه؟ زي ال H بيبدأ ب H1 ينتهي ب H6، بيبدأ ب H1 بينتهي ب H6. ايه ال H اصلا؟ ال H ده اللي هو الهيدنج، اللي هو اللي انا بكتب فيه عناوين. انا دلوقتي عايز اعمل صفحة HTML تطلع لي تكست، ماشي. عايز اكتب اول عنوان يكون بولد ويكون كبير شوية، يكون ضخم شوية في الصفحة، فبستخدم تاج اسمه اتش، ماشي. من 1 ده اكبر واحد، 6 ده اصغر واحد، فدي الدرجات بتاعته، ماشي. البي اللي هو اختصار لباراجراف، كتبت مثلا تكست اتش، الاتش ده العنوان، مثلا ماي تايتل، فانا حطيته في HTML، حطيته في اتش، الاتش ده التايتل بتاعي. البي الباراجراف، الباراجراف اللي هو ايه؟ التكست المعبر عن الاتش ده. انا حطيت لكم هنا الكومن HTML تاجز، مش لازم تعرفها في اول محاضرة، هناخد كل ده ان شاء الله بالتفاصيل وبالامثلة
وهخليك تكتب الكود بنفسك لحد ما تعرفه. فمش عايزك تتعقد من اول محاضرة، لا اللي جاي ان شاء الله هيبسط لك الدنيا بشكل كبير. هنا حاجة اسمها سيمانتك HTML. ايه هو يعني ايه سيمانتك؟ يعني حاجات بيتم استخدامها وليها معنى واضح. يعني بدل مثلا ما اقول لك HTML tags، حاجة مثلا زي الديف. يعني ايه ديف؟ مش فاهم يعني ديف، بس انا افهم يعني ايه هيدر. هيدر ده يعني هيكون فيها الجزء الخاص بالرأس بتاع الصفحة، هيكون فيها مثلا الجزء الخاص بالانترو، الجزء الخاص بالارياز، الجزء الخاص بالاي تي، الجزء الخاص بالبيزكس، بالفيتشر، وهكذا، بالويب، وهكذا. فده تاج بيعبر عن محتواه. الناف الجزء الخاص بالنافيجيشن اللي هو بتنقل فيه من حاجة كده أساسية موجودة عندي في الصفحة، ممكن أحط فيها اللوجو بتاعي. سيكشن قطعة من الصفحة بتاعتي. ارتكل مقال. فوتر جزء أخير في الصفحة. هل لازم يا باشمهندس أعرف كل الحاجات دي دلوقتي؟ لأ، احنا بناخد لمحة عن كل لغة عشان نفهم إن شاء الله اللي جاي هيبقى عامل إزاي. ماشي. CSS وده بسيط، ده بيعمل لك ستايلنج، ده النقاش بتاع اللغة بتاعتك. انت جبت بنا عمل لك اساسات، هتجيب نقاش يعمل لك الستايلنج، فده CSS. ماشي. زي مثلا اقول لك هنا عملت باراجراف HTML اسمه بي، هديله color blue. عملت هنا هايلايت هديله color red. عملت هنا هيدر هديله color green. فانا بستخدم HTML عشان ألون، عشان أعمل ستايلينج، عشان أعمل يعتبر ديكوريشن للصفحة بتاعتي. ودي الكومون CSS بروبرتيز، دي الحاجات المشهورة جدا. يقول لك الكالر، الباك جراوند كالر، الخلفية بتاعت اللون بتاعك ده ايه، الفونت سايز، انا لو كتبت تكست حجمه قد ايه، كام بيكسل، الفونت فاميلي، النوع بتاع الخط. في مثلا يقول لك خط نوعه ايه، اريال ولا سانس ولا مثلا كايرو. في انواع من الخطوط. الفونت ويت، في خط رفيع، في خط تخين. المارجن دي بقى حاجات متعمقة هناخدها في اللي جاي، بس حاجة زي هنا كده انا عندي تكست جوه اسمه كونتنت. البادنج هو الجزء اللي بيوسع ما بين الاطراف بتاعة الكونتنت اللي هو هنا كده بتاع الجزء البنفسجي وما يلمس في الكونتنت، ده اسمه بادنج. البوردر اللي هو زي الشريطة اللي من فوق، تطريزة بتاعته. المارجن اللي هو ما بين العنصر والتاني، المساحة اللي ما بين الاتنين. خد جنبي يا اسطى، ما تقفش جنبي، ما تخبطش فيا، خلي في مساحة، خلي في سبيس بيننا وبين بعض، هو ده المارجن. نفهمه طبعا بالتفصيل ان شاء الله. نروح في الجزء الخاص بالجافا سكريبت. يعني ايه جافا سكريبت وازاي نستعملها؟ جافا سكريبت دي اللغة البرمجة، اشهر لغة برمجة موجودة في العالم حاليا. تمام. لغة البرمجة دي بتخليني اعمل اي حاجة ممكن تتخيلها في حياتك، بتخلي الصفحة بتاعتك فعلا فيها روح، وبتخلي لك تشتغل في متصفح، وبتخلي الصفحة تستجيب لكل حاجة. يعني شايفين دلوقتي لما بدوس على فيتشر يوديني على فيتشر، لما بدوس على ويب يوديني على ويب. فبتخلي الصفحة بتاعتك حية، تعرف تتعامل. انا عارف يا شباب ان انا طولت عليكم، احنا 10 دقايق بالكتير وهنكون مخلصين، فما تقلقوش. تمام. انا هخلص بس اخر جزئية في الويب، نفهم يعني جافا سكريبت. طب الجافا سكريبت بتعرف تعمل ايه تاني؟ بعرف اكتب فيها لوجيك، متغيرات، او اكتب فيها حاجة بتدي يعني معلومة. يعني مثلا انا لو في ال HTML عايز مثلا اكتب 100 اسم طالب، 100 اسم طالب دول هعمل 100 تاج اسمه بي اللي هو الباراجراف او H1، هكتبهم بايدي. طب في الجافا سكريبت انا هاخد الشيت اللي فيه الاسماء
وهديلي الجافا سكريبت اعمل لوجيك بسيط مثلا سطرين 3، هيروح عامل لي ال100 اسم دول. او مثلا اقول لك اكتب لي 100 رقم من 1 لحد 100 او 1000 رقم من 1 لحد 1000. لو هتكتبهم بإيدك هتكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد 1000. بالجافا سكريبت لأ، بتكتب سطرين 3 كود بيعمل لك كل ده. فده العقل اللي ده العقل اللي بيفكر، ده اللي بيخليك تكون ذكي. هتقولك اتعلم برمجة عشان تكون أذكى، مداركك في الإدراك أو طريقتك في التفكير تكون أفضل بكتير جدا. هنا واخدين أساسيات في الجافا سكريبت. يقولك المتغيرات مثلا جهاد، أقول مثلا اسمها ليت نيم مثلا فلانة جهاد، عمرها كذا، هي ستودنت وهكذا. الحاجات اللي زي دي بيبقى اسمها متغيرات. أنا عارف المصطلحات دي عليكم صعبة أو لسه متعرفين عليها، بس هناخد ده إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرات الجاية إن شاء الله. متقلقوش من أي حاجة. أتمنى تكون المحاضرة فادتكم، وأتمنى تكونوا يعني استفدتوا بالمحاضرة دي، وعرفتوا قيمة الاي تي، وعرفتوا يعني ايه ويب، ويعني ايه HTML و CSS وجافا سكريبت. وإن شاء الله المحاضرة الجاية هنحددها سوا مع بعض على الجروب. وبالتوفيق لكم يا شباب. في أي حد محتاج أي حاجة يسأل فيها قبل ما نقفل المحاضرة؟ هو في حد لسه داخل تقريبا. مين؟ عبده؟ ايوه هو اعتقد. سامعني؟ فلو عندك اي اسئله يا عبدو. تقريبا هو مش فاتح المايك. طب استفدت يا شباب؟ آلاء، رضوى، محمود، جهاد؟ المحاضرة صح ما شاء الله. تمام يا آلاء. لا تمام. تمام يا آلاء. تمام جدا يا باشمهندس بجد، ما شاء الله يعني. تسلمي يا جهاد، تسلمي. بالتوفيق ليكم يا شباب، وأتمنى أشوفكم إن شاء الله. يعني انتوا الجيل بتاع المستقبل، انتوا الجيل اللي هتقف عليه بعد كده الدولة والمجتمع عامة. فشدوا حيلكم وربنا يوفقكم، وبالتوفيق ليكم إن شاء الله. السلام تمام. عليكم. هو ان شاء الله بس ثانيه واحده، هو انا هبعت فورم ان شاء الله اللي هيسجل ان شاء الله في الكورس، يعني هيسجل فيها بياناته كده. تمام، فاللي مناسب معاه يتواصل معايا على الواتساب بقى.